السلام عليكم واهلا بكم في قناه المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي. النهارده احنا موجودين في مدينه بدر، بالتحديد قدام جامعه بدر اللي ظاهره في الكادر قدام حضراتكم في الصوره دي. المنطقه اللي احنا موجودين فيها دي اسمها المنطقه الترفيهيه امام منطقه الجامعات. طبعا هنا في 3 جامعات صف اول. عندنا جامعه بدر، بعدها جامعه ساكسون ايجيبت، بعدها جامعه كيميت. 3 صف اول على الطريق مباشره كده. والمنطقه اللي احنا قصاد الجامعات دي على طول اسمها المنطقه الترفيهيه. هي محصوره بين منطقه الجامعات في مدينه بدر ومنطقه هليوبلس الجديده اللي في ظهرنا على طول. منطقه بصراحه المنطقه دي هتكون من المناطق المميزه جدا في شرق القاهره. عندنا 22 مول تجاري صف اول، اللي هي بعد العمدان ده على طول. كل دي منطقه مولات تجاريه هتكون صف اول قدام منطقه الجامعات، والباقي هنا كله هيكون سكني. سعر المتر السكني هنا 17500 تقسيط على 3 سنين، 30% مقدم، والباقي اقساط على 3 سنين. التجاري هنا سعر المتر التجاري في دور ارضي قدام الجامعه على طول مباشره ب 200000 جنيه. سعر المتر دور ارضي قدام الجامعه ب 200000 جنيه. هناخد جوله في المنطقه كده بحيث الناس تتابع معانا وتشوف الدنيا وتطوراتها هنا في مدينه بدر، لان المدينه هنا بسم الله ما شاء الله بتتطور يوم بعد يوم. طبعا احنا قصاد العاصمه الاداريه على طول مباشره وعلى طريق السويس. يعني المنطقه اللي احنا موجودين فيها قصاد العاصمه الاداريه على طريق السويس، جنب مننا هليوبلس الجديده ومدينه الشروق ومدينتي. قصادنا على طول كومباوند سراي، وبعدين مدينه نور تبع شركه طلعت مصطفى. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره دي جامعه بدر، اخر جامعه بدر، وبعدها جامعه ساكسون ايجيبت. المنطقه اللي على ايدينا الشمال بعد العمدان دي كلها تكون منطقه تجاريه، كلها منطقه مولات، 22 مول بطول الطريق. دي نهايه جامعه بدر، وبعدها جامعه ساكسون ايجيبت بدات تظهر في الصوره. ده الشارع الفاصل بينهم اللي في الصوره ده كده، اللي عند اللودر ده كده قصاد اللودر. دي كلها نهايه الجامعتين بالظبط قصاد بعض. طبعا المنطقه قصاد حضراتكم دي منطقه بيت الوطن، هي اراضي كانت مطروحه للمغتربين خارج مصر، وفي شركات كتيره اشترت من الناس وبدات تبني عمارات بدات تبيع في المنطقه هنا. يعني زي ما قلت لحضراتكم سعر المتر السكن هنا 17500. يعني معانا مساحات 130 متر و135 متر الشقق. يعني اجمالي الشقه ال 130 متر عامل 2,275,000. بتدفع مقدم 30%، يعني 682,000، وبتدفع كل 3 شهور 132,000 جنيه كل 3 شهور تقسيط على 3 سنين. دي كده كل دي منطقة مولات، ودي الجامعة ساكسون ايجيبت اللي قصادنا على طول دي في الصورة. بعد ساكسون دي المرحلة الأولى بس، وطبعا تم تشغيلها حاليا اليومين دول، وشغالين في المرحلة الثانية في جامعة ساكسون ايجيبت، وبعدها على طول مباشرة جامعة كيميت. وفي 2 مدرسة انترناشونال شغالين بالفعل. المنطقة هنا مخصص فيها 3 جامعات قصادنا على الطريق الرئيسي، وفي أكتر من 4 جامعات مخصصين هنا في قلب المنطقة اللي احنا موجودين فيها، بالإضافة ل10 مدارس انترناشونال. ده كده السور بتاع كومباوند هيفن جاردنز. طبعا اتكلمنا عنه أكتر من مرة، وفي فرص كويسة جدا. سعر المتر جوه الكومباوند هنا 25,000 جنيه وتقسيط على 6 سنين. بتدفع مقدم 10%. الشقة ال 123 متر تقريبا النهاردة عاملة 3,200,000. بتدفع 320,000 جنيه، وبتدفع كل 3 شهور 120,000 جنيه. على ايدينا الشمال كومباوند هيفن جاردنز ده. طبعا هم خدوا قرار وزاري، وهيبدأوا انشاءات ان شاء الله خلال 15 يوم او 20 يوم بالكتير ان شاء الله في قلب المنطقة اللي قصادنا دي كده. طبعا الكومباوند موقعه مميز جدا، هو على الطريق مباشرة قصاد جامعة ساكسون ايجيبت. زي ما قلت لحضراتكم المنطقة هنا مميزة جدا. هي قصاد هليوبلس الجديدة، محصورة بين هليوبلس الجديدة، العمارات اللي قصادنا دي هليوبلس الجديدة، وبين منطقة الجامعات في مدينة بدر. المنطقة مخصص فيها أكتر من 10 جامعات، 3 جامعات بالفعل منهم جامعتين شغالين، وفي جامعة كيميت إن شاء الله ممكن السنة الجاية تكون شغالة. في جامعة المدينة في جنبنا على طول في مدينة هليوبلس اشتغلت بالفعل برضه، وفي أكتر من 10 مدارس انترناشونال موجودين في المكان. زي ما قلت لحضراتكم مساحات تبدأ من 130 متر، وفي مساحات بتوصل ل 180 متر. انا قلت لحضراتكم المساحه ال 130 متر بتكون 3 غرف وحمام منه مطبخ وريسبشن قطعتين. اجمالي سعرها 2,275,000. بتدفع مقدم 30% 682,000، وبتدفع كل 3 شهور 132,000 على 3 سنين. طبعا دي بتكون مناسبه للناس اللي مسافره بره، اللي يعني ممكن القسط بتاعها يكون متماشي مع الناس اللي مسافره بره. في عندنا مساحه 135 متر، سعر المتر 17,500. اجمالي سعرها
2,326,000 جنيه. تدفع مقدم 30% 708,000، وكل 3 شهور بتدفع 137,000 جنيه. طبعا في حاجات خلاص اكتملت، وفي حاجات لسه تحت الانشاء، فاللي تحت الانشاء بيكون فيها التقسيط اكتر. يعني الحاجات اللي خلصانه اصحابها بيحبوا يبيعوا كاش، لكن الحاجات اللي لسه تحت الانشاء بيكون فيها فرصه للاستثمار وفرصه للتقسيط. زي ما قلت لحضراتكم الكومباوند فيه تقسيط ل6 سنين، والعمارات السيبرت اللي بره اللي تحت الانشاء فيها تقسيط على 3 سنين، والمولات التجاريه فيه تقسيط على 5 سنين بره قصاد الجامعه. زي ما قلت لحضراتكم التجاري، المتر التجاري في الدور الارضي ب200,000 جنيه، لكن السكني 17,500 قدام حضراتكم في المنطقه هنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في مسجد، في خدمات بتاعت المنطقه بدات تتبني كده، فواحده واحده الفتره اللي جايه ان شاء الله. المنطقه احنا كنا مصورينها من 6 شهور كانت فاضيه خالص، النهارده فيها انشاءات، المنطقه صغيره مش كبيره، والفرصه الاستثماريه فيها ممتازه جدا. احنا قصاد العاصمه الاداريه الجديده، قصاد كومباوند سراي بالتحديد. منطقه جامعات ومنطقه تعليميه وترفيهيه، ومنطقه فيها مولات كتيره جدا، 22 مول تجاري واكتر من 10 جامعات.